القيادة المصرية لم ولن تقلق من أي ادعاءات خارجية. الجيش المصري جيش قوي، جيش عظيم، هو الجيش الوحيد اللي قام بالانتصار على إسرائيل في القرن العشرين، مش تبقوا فاهمين. طبعا في بعض المقولات اللي طلعت في إسرائيل بتقول هل جيش مصر صديق أم عدو؟ هل مصر دولة حليفة قوية أم صديقة أم عدوة؟ الجيش المصري طور قدراته اللوجستية لضمان استئناف الحرب مع العدو حتى ولو اتقطع الاتصال مع القيادة المركزية. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين والمتابعين لي، أصدقائي وصديقاتي. طبعا احنا كل سنة وحضراتكم طيبين. دي صورة قداسة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع قداسة البابا يوم ليلة عيد الميلاد. كان بيهنينا رئيس الجمهورية كل سنة، بيهنينا بعيد الميلاد، وده بيبقى يوم جميل جدا وبيحلى اصلا، بنحس بالعيد بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل الكنيسة وهو بيقول لنا كل سنة وانتم طيبين. رسالته لكل المصريين مش بس للأقباط، هي رسالة يعني طمأنينة للشعب المصري عن البلد، عن جيشنا، عن الكلام اللي بيحاك خارج الحدود المصرية، مخابرات شغالة، الكلام ده كله. فوجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسطنا بيدينا انطباع واحساس عظيم جدا. فعلا العيد ما بيبقاش عيد غير والرئيس بيبقى في الكنيسة. كل سنة وانت طيب يا ريس، كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبة. مسلم ومسيحي هنا ايد واحدة. حاولوا كتير يفرقوا بين المسلم والمسيحي، ما عرفوش. حاربوا يحاربونا بسلاح الفتنة، ما عرفوش. الشعب المصري قفل عليهم السكة دي. طبعا احنا عايزين نشوف حاجات كده جميلة هتعجبكم جدا. دي القيادة، قيادة الجيش الثاني الميداني في سيناء الحبيبة. طبعا احنا عايزين نعرف الجيش السوري سبب تفكيكه ايه. هو الانقطاع او البعد القيادة ساعة لما وقع الجيش السوري، انقطاع القيادة الخاصة بالجيش السوري عن أفراد وجنود اللي كانوا موجودين في الأماكن والسكنات. عملوا إيه لما الاتصال اتقطع؟ كلهم سابوا وتركوا سكناتهم العسكرية وسلاحهم وهربوا، لأن أصلا القيادة هربت. خيانة، دي خيانة اللي حصلت في سوريا، مفيهاش كلام. كله طبعا جري بالجبهه وعارفين بيعملوا ايه. طبعا سابوا سكناتهم وسلاحهم وهربوا، مش عارفين يعملوا ايه بعد ما سابوا سلاحهم. كله ابتدى يهرب ويجري. ولكن هنا بقى عندنا العملاق الوحش، الجيش المصري المرعب اللي بيرعب اعدائه، اعداء الوطن. مصر طورت قياده عسكريه مرنه. بمعنى ايه؟ ان لو تم قطع الاتصال مع القيادة العامة المركزية، بيستمر الجيش المصري او الكتيبة او المجموعة في الحرب عادي جدا. طبعا احنا شفنا الصور اللي تدل على ان قواتنا المسلحة دايما في تطوير. اسرائيل تناقش التهديد القادم لها من اسرائيل. ايوه اسرائيل خايفه، احنا ما بنخافش. نشوف الاعلام الاخواني اللي بيبث من بريطانيا وتركيا وقطر، يقول لك اصل الرئيس السيسي خايف، اصل الجيش المصري. احنا ما بنخافش. مصر بيحكمها راجل ذكر، احنا ما بنخافش. وقت ما هيؤمر هيبقى 110 مليون مصري ومصرية في سيناء على الجبهة. كلنا مستعدين، كلنا تحت أمر الرئيس وتحت أمر القوات المسلحة. القوات المسلحة المصرية هي العزة
هي الكرامة، هي اللي حافظة كرامة المصريين. خلي بالكم من دي، اللي ملوش جيش بلده بتتقطع زي التورته. اسرائيل دلوقتي بتناقش بقى ايه التهديد القادم لها من سيناء. احنا ما بنهجمش على حد. طول عمر الوحش والعملاق المصري، الجيش المصري، هو حفاظ وتأمين الحدود المصرية، ده دوره. بيقولوا بقى ايه؟ بيقولوا ان مسار الطيران اللي جاء اللي هوريكم حاجه حلوه قوي. مسار الطياره اللي جابت الواد الارهابي الشعر الحساس، عارفينه؟ الواد ابن القرضاوي اهو، ده مسار الطياره. عبد الرحمن يوسف القرضاوي من لبنان، قبل ما تروح على حبسه او سجنه في الامارات دخلت على مصر. دخلت لمصر ليه؟ هل كانت بتمول بنزين؟ هل الله اعلم، ولكن الاكيد يعني اللي انا يعني حاسه ايه السبب ان هي تيجي مصر؟ يبدو انه تم معه التحقيق هذا الارهابي، لانه هذا الارهابي حرض على قتل، فعلا قتل الرئيس السيسي، الامير محمد بن زايد حاكم الامارات، حرض على قتل ولي عهد السعوديه الامير محمد بن سلمان. تم استجوابه في القاهره، وبعد كده رجع على سجنه فين؟ في الامارات. نشوف بقى ايه بقى الواد اهو. بصوا بقى، اتفضل اهو. امبارح الواد معتز مطر الارهابي اللي معاكم الجنسيه التركيه طلع ايه؟ طلع يطالب الحصار لقصر العدلي في بيروت للمطالبه بالافراج ومنع تسليم الارهابي عبد الرحمن يوسف القرضاوي لمصر. ولا قطر ولا تركيا دفعوا عن عبد الرحمن يوسف. طبعا عارفين عبد الرحمن يوسف القرضاوي اللي ابوه افتى بضرب حلف الناتو لليبيا. يعتبر الواد ده كارت واترمى، كارت بقى كارت محروق. ليه؟ سيده احمد الشرع بيتودد للامارات والسعوديه والمصر، ونفسه مصر تفتح معاه لينك خارجيه، لينك دبلوماسي، وده مش هيحصل طبعا. او السياسه حسب المصلحه، يعني لو مصلحه مصر امين. ولكن انا استبعد هذا، يعني انا في وجهه نظر انا خاصه. هنا بقى عايزين نتكلم في جزئيه برضه حلوه، ان القياده المصريه لم ولن تقلق من العيال اللي طالعين على السوشيال ميديا وشويه الاعلاميين امثال معتز مطر ومحمد ناصر العيال الاخوانجيه دول، انتوا عارفينهم، اللي قاعدين في حضن المخابرات البريطانيه اللي بتقول لهم يقولوا ايه. احنا ما بنخافش، ولكن في حاجه غريبه قوي عايز اقولها لكم. انتوا عارفين مين اللي خايف فعلا بجد؟ اللي خايف حقيقي اسرائيل. ايه؟ ايوه اسرائيل خايف. طب الكلام ده مصدرك ايه يا عم امين؟ اسرائيل بجد قلقانه وخايفه. هنعرف ليه. القناه 14 الاسرائيليه بص فيها امس برنامج ساعه كامله. الساعه دي عنوان الحلقه التهديد القادم من الجنوب، وحاطين صوره للرئيس عبد الفتاح السيسي. القناه دي بقى قالت ايه؟ قالت مصر كسرت اتفاقيه كامب ديفيد وبقى عندها تشكيلات عسكريه في وسط سيناء، جيش كامل في سيناء، بنيه تحتيه عسكريه، مطارات، خنادق تحت الارض، انفاق تحت الارض، قواعد عسكريه ومقرات اداره عسكريه تحت الارض. وقالت ايضا
القناه 14 ان التدريبات اللي الجيش المصري بيعملها في سيناء ليست مكافحه للارهاب، ولكنها تدريبات ومناورات عسكريه ضد جيوش نظاميه. والمذيع الاسرائيلي قال ايه بقى؟ ان اتفاقيه السلام عامله زي ايه؟ اقول لكم حاجه، يعني انتوا عاملين زي ايه؟ واحد معدي في الشارع كده مثلا اتفضل يا عم الحاج، لا شكرا خلاص يمشي. فلما ايه بنشوف او الجيش المصري الجيش الاسرائيلي يعمل اي لقطه صغيره يلاقي الوحش وقف له. بمعنى ايه؟ ان مثلا انت ليك واحد جارك او في البيت وحاطط له صوره، وكل شويه تنشن على الصوره ده يعديها له في عينه، يطلع جارك ويلاقي صورته تضربها بالنار. يجي بقى جارك دوت ويقول لك ازيك يا عم عامل ايه؟ بص اهو، ازيك حبيبي عامل ايه؟ انت كويس؟ احنا هنروقكم، احنا كمصريين بقى احنا هنروقكم. لو حد فكر يمس حدود مصر ما بتجيبش غير رجاله. مصر حضارة 7000 سنة، مصنع الرجالة. لازم العامة والكافة يعرفوا كده. أما شوية الخونة الإرهابيين أمثال عبد الرحمن يوسف القرضاوي ومعتز مطر ومحمد ناصر الممولين من الغرب وخاصة بريطانيا والمخابرات البريطانية، دول لا يعدوا مصريين. دول ما هم إلا فئات كانت مندسة وسط المجتمع وظهروا على حقيقتهم. الشعب المصري شعب محب جدا لبلاده، ومحب جدا جدا لجيش بلاده. والنهارده الكاتب الاسرائيلي تونيك، هوريكم صورته، تونيك بفلاك اهو. الراجل ده مخرج، الولد ده مخرج وسيناريست وكاتب، وبيكتب في مواقع إسرائيلية يعود إحرانوت ومواقع تانية. كتب مقالة وقال إيه؟ قال صديق أم عدو؟ صديق أم عدو. دي المقالة اللي كتبها هذا الكاتب. قال ايه بقى؟ الكاتب ده على فكره ده يعتبر رفيع المستوى، خد جوائز كتير قوي في اسرائيل في الكتابه وفي الفن، سيناريست. المقوله بتاعته او المقال بتاعه بيقول ان مصر بتحشد مليارات الدولارات في التسليح. ليه مصر بتعمل كده؟ مفيش جيش بيستعد لغزو مصر. واضاف هذا الكاتب بان المفروض الجيش المصري يتدرب على حرب العصابات، حرب مكافحه الارهاب، عمليات محدوده خفيفه زي السودان تطلع وتخرج منها بسهوله مثلا. اما الجيش الاسرائيلي بقى بدل الدبابه الامريكيه ابرامز اللي مجهزه للحرب. هو بقى بيقول بيوعي الجيش الاسرائيلي الدبابه الامريكيه ابرامز اللي مجهزه للحرب ضد الجيوش النظاميه الشامله، بدل ابرامز الامريكيه وعمل المركافه. عمل ايه المركافه؟ اللي هي مخصصه انك تحارب داخل المدن، زي استخدموها في غزه، في سوريا، في لبنان. دي اسمها دبابه المركافه.
وهو ده التهديد اللي بتواجهه اسرائيل. برضو الكاتب ده قال ايه؟ كاتب اسرائيل ده قال ايه؟ قال ان ليه مصر بتعمل كده؟ مصر كل تسليحها ضد جيوش نظاميه. وقال عند مصر حامله طيارات المسترال ميجا 29 ام 2، دي حامله الطائرات المقاتله والغواصه الالمانيه. هفرجكم دلوقتي الصور بتاعتها عشان يبقى كل كلامنا اهي. دي المسترال ميجا 29 ام 2 حامله الطائرات المقاتله. نتفرج على الغواصه الالمانيه برضو. انا بحب ادعم دي الغواصه الالمانيه، ماشي. وبتطوير الدبابه الامريكيه ابرامز. تمام. يبقى انت يا مصر مش بتستعد لحرب شوارع او عمليات خفيفه. وقال مصر خايفه من ايه؟ مصر خايفه من إيه؟ يعني شوفوا هذا المفكر والكاتب الاسرائيلي بيقول مصر خايفه من ايه؟ لا احنا مش خايفين خالص ومش قلقانين، بس احنا في غربنا ليبيا ملتهبه. احمد الشرع بمعرفه اسرائيل والمخابرات الامريكيه بعت مقاتلين للشرق الليبي ولا ايه؟ عندنا في السودان ملتهبه، عندنا الشرق غزه وسوريا. هو ده فكر الكتاب والمفكرين الاسرائيليين. بيقول انت بتدفع مليارات دولارات في صفقات اسلحه وتسليح هائله. بين قوسين كده هندسه المواجهه مع اسرائيل. انتوا عارفين ان ولادنا طلاب في كليه الكليه الحربيه، وهم طلاب بيتدربوا على نقط ضعف الدبابات الميركافا. تخيلوا، وهياكلها بيفصصوها حته حته. يا جماعه احنا عندنا، يعني ربنا يحفظهم يا رب، ربنا يحفظهم، عندنا قوات مسلحه مصنفه على مستوى العالم. حاجه جامده، حاجه مرعبه. اي دوله في العالم ما قدامهاش غير سبيل واحد، ان مصر تبقى حليف ليها. لان مفيش دوله في العالم ايا كانت كبيره او صغيره تعادي مصر، لان ربنا اخص مصر بموقع جغرافي متميز. لو تفتكروا قناه السويس اللي اعلام الاخوان طلع اتريق عليها وقال ان السيسي بيشق ترعه وما بيشقش ترعه، اللي انتوا ما تعرفوش ان بتوسيع قناه السويس وقناه السويس الجديده، عارفين ان مصر قفلت وسدت الطريق على اسرائيل ان هي تشق قناه بن جوريون. السيسي انا في وجهه نظري الراجل ده ما بينامش، الراجل ده على طول دماغه شغاله، الراجل ده على طول في تطورات، الراجل ده على طول في مشاريع. وده اللي مجنن الغرب ومجنن اسرائيل ومخليها تشعر بالقلق. زي ما قلت لكم، وقت ما يؤمر الرئيس هنشبك ايدينا في ايدين بعض، من اسوان لحد تل ابيب هندخل واحنا ماسكين ايدينا في ايدين بعض. الجيش المصري ورجالته بتتدرب على ان لا يتم اختراق الاجهزه الاتصالات المصريه العسكريه. تطورات، علم. وقال برضو
السيناريست الكاتب تونيك إفلاق إن مصر بتجهز لتحويل سيناء إلى مشروع هندسي عسكري ضخم. لو القوات الإسرائيلية فكرت تدخل تضرب هيغرقوا في بحر الرمال من كل حتة. وقال الجيش، قال برضو هذا السيناريست والكاتب، قال ان الجيش المصري عنده القوة البرية تقدر تتصدى الى اي هجوم للجيش الاسرائيلي. هو ليه حاشر دايما؟ ليه بيفترض ان الجيش الاسرائيلي ممكن يدخل مصر؟ دي مش هتحصل. ده على جثتنا احنا 110 مليون مصري ومصريه، على جثتنا. تراب سينا ورملة سينا مستحيل ان العدو ينجسها برجله، مستحيل. وعندنا كمان شوفوا بقى السيسي بيعمل ايه، قدرة على الانتشار السريع، وعندنا قدرة لتدمير اي طيران عدو لو فكر يدخل مصر. وعملنا شبكة متطورة من المخابئ، والجيش ضاعف قدرة الوقود. لو تفتكروا في حرب 73 الزعيم الراحل محمد أنور السادات اتصل بشاه إيران، قال إن شاه إيران ادى تعليماته لسفينة محملة بترول رايحة أوروبا إنها تغير اتجاهها وتيجي مصر. فدلوقتي الجيش المصري عنده استعداد جاهز. الجيش في حالة جاهزية مستمرة، وبرضو احنا ما بنعتديش على حد. جيشنا مهمته حفظ حدود المصرية، لا بيعتدي على حد ولا بيجور على دولة مجاورة أو جولة صديقة. ولكن الموضوع التدريبات المستمرة للجيش المصري مجنناهم، مربيانهم الرعب. عارفين ليه؟ لأن هم عارفين إن مصر مستحيل تبقى سوريا نمرة 2. ليه؟ عشان فيها رئيس بيعشق تراب مصر، فيها العملاق الصاحي، الوحش الصاحي، القوات المسلحة المصرية. طبعا بمناسبة ان احنا بنقول قوات المسلحة المصرية لا ننسى ابدا سلاح الصاعقة، ونتقدم بالعزاء للفريق مؤسس سلاح الصاعقة، وكان الأب الروحي ورئيس حزب حماة وطن رحمة الله عليه. أخيرا وليس آخرا نلتف جميعنا خلف القيادة السياسية الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي، حبيب المصريين، حبيب المصريين. المصريين بتعشقه على فكرة، وقواتنا المسلحة المصرية. ونردد تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بيكم وليكم، أراكم في فيديو قريب إن شاء الله. سلام.